سلام الدراري، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في دروس تعليم السياقة نظام جديد لسنة 2025. كنحاول نجمع لكم أكثر الأسئلة شيوعا بين الطلبة اللي دوزوا، وكنحاول نشرح لكم بالتفصيل الممل باش كنشرح لك القاعدة باش واخا يبدلوا عليك التصويرة ولا الصيغة ديال السؤال كتكون انت عارف الجواب. نبداو على بركة الله. فهاد السؤال كيقول لك كنسوق بسرعة ديال 60 كيلومتر في الساعة، واش نقص من السرعة ديالي، نحتفظ بنفس السرعة ديالي، نزيد من السرعة ديالي؟ اش كيقول لنا هما في القاعدة؟ كيقول لك بلي الا كنتي كتسوق في شي طريق كيكون فيها الحصى ولا الرملة ولا العجلات ما كيتثبتوش مزيان، حاول ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعة. وفي هذه الصورة هذه كاينين عندنا جوج ديال الحاجات، كاينه طريق فيها الحصى وكاين فيراج. تعلموا ديما الدراري الله يرضي عليكم تحليلوا الصورة. الوغ في الجواب الصحيح في هذا السؤال هو نقص من السرعة ديالي. الجواب الأول هو الصحيح. كيقول لك ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق واش ب40 ب60 ولا ب70. شنو كاين عندي انا هنايا؟ كنجي ديما تعلم تحلل هاد التصويره. شوف واخا هادشي اللي كنقول لك يقدر يجيب لك الملل، وانما ديرو ديما. شوف هذاك الروتروفيزور اللي كاين لداخل، شوف هذوك اللي في الجناب، حل هاد التصويره، شوف واش كاين الخط متصل باش تبلا بهذا التحليل هذا. في نهار الامتحان ان شاء الله تعالى ما تغلطش. اذا اول حاجه كنشوف واحد البلاكه مكتوبه فيها الصخيرات، اذا انا داخل لواحد المدينه ديال الصخيرات. فاش كندخلوا من المدينه كنخرجوا كنكونوا غاديين في طريق وطنيه، السرعه كتكون محدوده في 100، ولكن فاش كنبغيو ندخلوا لشي مدينه السرعه كتحد في 60. اذا ابتداء من هذه العلامه يمكن لي نسوق ب 40 وب 60، ولكن 70 لا. كنحاول نشرح لكم بزاف ديال القواعد. إلا تفرجتي عندي في السؤال كنشرحو راه بحال تفرجتي في 10 عند واحد اخر. نكملوا. قال لك نزيد في السرعة، نقص من السرعة، نستعد باش نوقف. شنو عندي انا هنايا؟ عندي ضوء خضر شاعل، عندي الروتروفيزور ما تابعني حتى شي واحد، عندي خط ديال التروطوار مصبوغ ومتصل، اذا ممنوع هنا الوقوف والتوقف. حنا كنراجعوا بزاف ديال القواعد. فاش كنشوفوا الخط متصل ما خصنيش نوقف تما، وإلا كان التروطوار مصبوغ بالابيض والاحمر اذا راه ممنوع تما الوقوف والتوقف. وعندي ضوء خضر. وهو شنو قال لي هنايا؟ علاش سولني؟ قال لي واش نزيد في السرعه؟ لا، ما غاديش نزيد حيت انا مقبل على واحد مفترق الطرق، تقدر تكون جايه عربه ذات اولويه ولا جاي شي واحد. المهم ما عرفتش شنو كاين انا اش من خطر نكون، الوغ غادا نحيدو. واش نقص من السرعه ديالي؟ بطبيعه الحال. علاش؟ حيت تقدر تكون عربه ذات اولويه اللي هما البوليس ولا لي بومبيي ولا لومبيلونس ولا شي دراك ولا شي حاجه بحال ما هكا. نستعد باش نوقف بطبيعه الحال. اذا الجواب الصحيح في هذا السؤال هو جوج ولا ثلاثه. جوج وثلاثة زعما. إذا ديما الدراري نكون نحلل هاد الأسئلة، هادشي اللي كنشرح معاكم أنا بصوت عالي غتبقى كديرو نتا إن شاء الله تعالى نهار الامتحان نتا وعقلك. ديما ما يجيكش هادشي ممل. تبعو وراه كاين السهل الممتنع. كتجيك شي سؤال ساهل كتجيبها في راسك. اش عندي هنايا؟ قال لك غادي بسرعة ديال 60 كيلومتر في الساعة، نبقى غادي بنفس السرعة، نقص من السرعة ديالي. عندي علامات مصبوغين بالصفر وفيهم علامات ديال الحفر. اش كنقولوا على هاد العلامات؟ يلا نراجعوا شويه. برافو عليك، الله يعطيك الصحة. علامات تتعلن على خطر مؤقت. برافو عليك، انت عاجبني، راك غادي مزيان، راك ناجح ان شاء الله. غادي بسرعة ديال 60 كيلومتر في الساعة. واش نبقى غادي بهاد نفس السرعة؟ بطبيعة الحال لا، غادي نقص حيت قدامي كاين خطر. نكملوا. قالك تبدل الضوء الخضر. واش نستعمل المنبه الصوتي؟ اش كنقولوا على المنبه الصوتي في الليل؟ ولا لا، عقل عليها. لا، المنبه الصوتي لا، حيت عندي الاشارات الضوئيه هي اللي كنبه بها في الليل. ديما عطاوك الليل، عطاوك شي حاجه شتي شي تنبيه بالضوء لشي حد، بغيتي تلاقى في شي خرجه مثلا، شي حاجه ما عرفتيش فين بحال شكل قيف، كيقول لك باش تنبه ديما بالضوء. نكملوا. قال لك غادي بسرعه ديال 40 كيلومتر في الساعه، واجب عليا نقص من السرعه ديالي. شنو عندي انايا؟ عندي تروطوار مسبوغ بالابيض والاحمر، عندي علامه ديال المنع من ظهورهم مكتوبه فيها 40. انا غادي في مسلك اللي هو المسلك العادي، كنشوف في الريتروفيزور تبعني واحد الطوموبيل. شو ما نجيبش لكم الملل، ولكن هكا بغيتك تبدا دير الله يرضي عليك باش ما تغلطش. غادي بسرعه ديال 40 كيلومتر في الساعه، واش واجب عليا نقص من السرعه ديالي؟ لا، ما واجبش عليا. حتى هنايا كاين 40 كيلومتر في الساعه، علامه ديال المنع، منع التجاوز ديال 40 كيلومتر في الساعه. شنو اللي الممنوع عليا؟ انا ما نفوتش غير 40، ما انا غادي ب 40،
ما نقصش اخويا، ما نقصش، لا. نكملو. قال لك غادي بسرعه ديال 60 كيلومتر في الساعه، واجب عليا نقص من السرعه ديالي؟ ما غاديش نهضر انا دابا. نتمنى تكون حللتي وشتي داكشي بديتي كديرو في السما. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم واحد. بطبيعة الحال خصني نقص حيت قدامي الخطر، راهما الأشغال، علامات مؤقتة. نكمل. أثناء السير العادي أنا غادي في المكان المناسب من الطريق. اش عندي هنايا؟ فاش تنجي كنحل الصورة كنلقى فيها ثلاثة ديال لي سيلول، ثلاثة ديال لي باساج. أنا غادي في الثاني، ما خصنيش نمشي في هذا حيت هذا تعتبر مسلك ديال التجاوز. خصني ندوز من هذاك الاولاني. وردوا البال بعض المرات راه كيعطيو هذاك هاد الاولاني كيعطيوه للدراجات الناريه، ما خصنيش نمشي فيه. اذا انايا جواب صحيح في السؤال هو لا. انا اثناء السير العادي انا غادي في المكان المناسب من الطريق، لا، حيت انا نورمالمون خصني نمشي في هذاك اللي على اليمين. ورد البال عندك طيح في هذاك ديال الماطر، راه بعض المرات كيقولوا. نكملوا. قال لك اش عندي انا هنايا؟ عندي واحد الراجل راه هو قاطع لكم الا رديتو ليه البال، قاطع من الشانطي. قال لي واش ننبه بالمنبه الصوتي؟ هذا لا، حيت قال لك الراجلين والحيوانات ولا شي واحد ما كيتخلع ما غاديش ندير له انايا المنبه الصوتي. المنبه الصوتي كنستعملو ديما غير خارج التجمعات العمرانيه ولا في شي خلا ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، وكنستعملو على المركبات. وحتى كيكون شي خطر خصني ننبه عليه، ما نبقاش غادي بحال في العرس. نكملوا. قال لي واش نقص من السرعه؟ بطبيعه الحال غادي نقص من السرعه. قال لك واش نحاز لليسر وندوز؟ بطبيعه الحال ما غاديش نحاز لليسر وندوز حيت هذا قاطع الشانطي، الا مشيت لليسر غنضربو. اذا نقص من السرعه. والا حط لكم بعض الخطرات كيحط لكم بحال هذا السؤال وتيقول لك واش نستعد للتوقف؟ بطبيعه الحال غادي نقص من السرعه ونستعد للتوقف. وما ديرش عليه الكلاكسون. الكلاكسون كنديروه غير خارج التجمعات العمرانيه، وكنديروه في المدينه في حاله وحده. الا كان شي طوموبيل راجعه باللور ما كتشوفناش. والا سمعتو شنو قلت دابا كنديرو على طوموبيل ماشي على بنادم. نكملو. كنسوق بسرعه ديال 40 كيلومتر في الساعه. واش نحتفظ بالسرعه ديالي؟ نقص من السرعه، نحاز شويه على اليسر. شنو عندي هنايا؟ عندي قلته ديال الماء، عندي واحد الراجل. انا غادي ب 40 كيلومتر في الساعه وكاين الشتا. اذا المسافه ديال التوقف وكطوال، ومسافه ديال سوا ديال التوقف ولا الحصر ولا الفرمله راه نفس الحاجه، هو بانك كتفراني. نحتفظ بالسرعه ديالي؟ كنسوق بالسرعه ديال 40 كيلومتر في الساعه؟ لا، ما غاديش نحتفظ. واش نقص من السرعه؟ بطبيعه الحال غادي نقص. علاش؟ حيت قدامي قلتها ونقدر نبدل ونشحال من حاجه. قال لي واش نحاز شويه على اليسار؟ بطبيعه الحال غادي نحاز. من اداب الطريق انك ما ترشش هذوك الراجلين. نكملوا. هاد الحافله واقفه، واش ندوز ونرد البال ولا لا ننتظر باش نتجاوز؟ بطبيعه الحال غادي خصك تنتظر باش تتجاوز، حنت الا مشيتي تا بغيتي تطوب لهاد الحافله كاينين جوج ديال الاخطار. يقدر هي كتحط الركاب، يقدر شي واحد يخرج لك وتضربو، وانت كاين هنا خط متصل. نتمنى تكونوا كتحللوا التصويره كما بليتكم. بغيت نبليكم الدراري بالتحليل باش ان شاء الله ما تغلطش ليا نهار الامتحان، ما تغلطش. نرجع دابا باش نجاوب. هاد الحافله واقفه، ندوز ونرد البال؟ الجواب الصحيح هو لا. ننتظر باش نتجاوز؟ ثلاثة. اذا اش بغيت ندير؟ جوج وثلاثة. نكمل. قال لك كنسوق بسرعه ديال 100 كيلومتر في الساعه. واش نقص من السرعه ونحتفظ بالسرعه ديالي؟ شنو عندي انا هنايا؟ عندي واحد الخطر ديال التوهج ما كيبانش ليك مزيان. اذا الجواب الصحيح في هذا السؤال هو نقص من السرعه ديالي. هاد الوهج ولا التوهج ديال الشمس راه كيكون غادي تكونوا كتلاحظوها فاش كتمشي مثلا كتكون غادي في شي اوطوروط ولا شي حاجه كيبان لك بحال داك السراب وداك الوهج وداك الشيء. ديما نقص من السرعه لسلامتك. سينو راه كاين واحد بولاغيزي كيتركب في البارت بريز ان شاء الله تعالى منين تاخذ البيرمي ديالك وتشري ان شاء الله تعالى الطوموبيل. غادي نعطيوكم نصائح، غنبقاو معكم حنا في هاد الباج ديما ان شاء الله تعالى بالنصائح. كاين واحد البولاريزي كيركب على الطوموبيل بحال نقدروا نقولوا نظاظر ديال الشمس، او ميم طون كيكون ترونسبارون شفاف باش ما ياثرش لك على الرؤيه بالليل. يلا سيدي اللهم يسر والله يوفقك وان شاء الله تشري طوموبيلتك. نكملوا. قال لك الضوء الاخضر، الضوء خضر ومع ذلك العربات اللي قدامي واقفه.
واش نزيد لقدام ننبه بالمنبه الصوتي نبقى في المكان ديالي؟ في هاد الحالة غادي نبقى في المكان ديالي. علاش ما غاديش نزيد لقدام؟ حيت كاين واحد مفترق الطرق، ومن آداب الطريق عاوتاني انني ما نحبسش الطريق. حيت لا مشيتي سي با لابين ما عندها حتى شي معنى انك تمشي وتوقف مورا هاديك الطوموبيل وتبقى حابس الطريق، مع العلم انه يقدر يكون جاي شي واحد مثلا من اليسر ولا من اليمين وبيدوز من هذاك مفترق الطرق وانت هي واقف. الحاجة الثاني شنو قال لك؟ نبه بالمنبه الصوتي. علاش بين بقى انت راه كيشوفوا هما في هذاك الشيء؟ علاش بين بقى مصدعهم؟ نكملوا. نبقى في المكان ديالي هو الجواب الصحيح. قال لك نقص من السرعة، نوقف. شنو عندي؟ عندي ممر ديال الراجلين، واحد الراجل باغي يقطع الشانطي، بطبيعة الحال غادي نوقف ونقص من السرعة ديالي بجوجهم. حيت الا ما نقصتش من السرعة ما غاديش نوقف، وضروري واجب عليا نوقف حيت كاين باساج بيطون ولا ممر ديال الراجلين. نكمل. قال لك ندوز دابا، ننتظر حتى تفتح الحواجز. بطبيعة الحال حتى تفتح، وإلا بانت يابا تغلق بشوية حيت الدران هذا وما غاديش نلعب معاه ولا غادي يرطني شلاضة. نكملو. كنقوم بالحصر في هاد الهبطة طويلة. إذا شنو قال لك عندي أنا نزلة، واش بنفراني واش نبقى كندير بشويه وبصفه مستمره زعما نورك على الفران ونبقى مورك عليه، ولا نبقى مره كنبومبي بالفران؟ بطبيعه الحال كنبومبي بالفران باش ما تسخنش الدياسك ديالك، باش ما تخرجش على دوك لي بلاكي دو فخا، باش ما ديرش بزاف ديال الامور. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي انا كنصح الدراري يديروها، هو الفران موتور. مثلا لما كانتش عندك طوموبيل اوتوماتيك كيكون عندك مانييل، ولا حتى الا كانت مانيوال ممكن تقلبها انت، حتى الا كانت اوتوماتيك ممكن تقلبها مانيوال وتبقى كتستعمل بالفران موتور. مثلا الا كنتي غادي بكاتريام كترجعها لتروازيام، كتعاون ان الطوموبيل توقف. اللي ما عارفش فران موتور ولا شحال بغينا نشرحوه عليه بالتطبيق راه نشرحوه عليه، قولها لنا في التعليقات. نكمل. قالك ندوز انا الاول، نسمح بالمرور لهاد السياره. كاينه عندي علامه ديال الخطر، يمكن فيها قنطره، وهذاك تيبان لي دخل هو القنطره. نتزاحم معاه تنسق واحد فينا خصو يرجع مارشاريال. اذا غادي تسمح بالمرور من آداب الطريق. هنايا كاين واحد الضو ديال هاد كيكليونيوطي هذا زعما كيفاش بغي نقولها لك وامض، كيشعل وكيطفى هذا ديال الاورانج. قالك واش نوقف ولا ندوز؟ فاش كيكون الضو الاحمر عندنا خاسر ولا كيبقى كيكليونطي بالاورانج، اش كيخصني ندير انايا؟ كنطبق القاعده اللي كنا شرحناها في الفيديوهات اللي فاتوا ديال مولي من يدوز. اذا في هذه الحاله غادي ندوز بحذر ونرد البال. كان شي عربة ذات أولوية عطيها الأولوية. يمكن ليا قالك يمكن لي ناخد مكاني من الطريق اللي على اليسر؟ بطبيعة الحال لا، حنت ديجا الشانطي راه دام ولا ما انتو اللي بيدور على اليسار راه داز واللي بيدور على اليمين راه دار، وانا كيبان لي الخط راه متصل ميمكنش نتجاوزو. خصني دابا نتبعد ندور على اليمين ونعطي حق الاسبقية للباساج بيطون ولا ممر راجلين. وغالبا غادي تكون هنا واحد العلامة على اليمين ديالي كتقول لي ليس لكم الحق بالاسبقية ولا قيف ولا شنو بروبوزاو عليا هما. نكمل. هذا اعتبروه سؤال ديال الحلقة. قالك أنا في المكان المناسب باش نغير الاتجاه اليمين ولا لا؟ ونتمنوا تدعمونا بزر ديال الاشتراك وباللي جيم وبالتعليق زوينين، والله يوفق الجميع. تبارك الله عليكم.